اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. النهارده هنتكلم عن حوارات وعن الفيديو المستفز اللي عملوه بتاع رمي العفش بتاع محمد في البسين. الفيديو ده ما كانش مقلب في آلاء قد ما هو كان منتهى الاستفزاز للمتابع، وفعلا فيديو غير موفق بالمره. اللي اتفرج على الفيديو دخل شاف تعليقات الناس وهجوم الناس على حوارات، وده من النادر انه يحصل. هيعرف ان فعلا الفيديو ده مستفز. يعني لما تدخل بنت تقولك انا وخطيبي مش عارفين نتجوز، كنت تدينا الانتريه حتى لو بسعر رمزي، واللي يدخل يقولك ده شبع بعد جوعه، واللي يدخل يقولك ما انت لو تعبان في الفلوس ما كنتش عملت فيها كده. الناس فعلا عندها حق. حتى لو انت عارف ان اللي انت هترميه هيجيلك اكتر منه، فانت برضو بتستفز الناس. حتى لو انت بتعتبر ان دي ادوات او خامات لشغل، لا، ده مش ادوات وخامات لشغل. الفيديو كله من اوله لاخره، من اول رمي العفش لحد رد فعل آلاء، لحد تصرفات يوسف ونيرة والبنت الصغيرة، كل الفيديو مستفز. تصرفات رماس، معلش الاسم راح من بالي. كل الفيديو مستفز. يعني ايه امسك العفش، عفش عروسه بقى، عفش مش عروسه، هي متجوزه بقالها 20 سنه، هي متجوزه امبارح. يعني ايه امسك العفش والسجاد وارميه في البسين؟ يعني ايه؟ ما هو فعلا الناس عندها حق، اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره. انت مش مراعي ان في شباب اصغر منك وقدك واكبر منك مش عارفين يتجوزوا ياخدوا حتى شقه ايجار. فالناس عندها حق لما تقول ان انت مش تعبان في الفلوس وانت مش حاسس بحاجه. وغير طريقه واسلوب الولد الصغير وهو بيتكلم، واللي يجي على خالي معرفش اعمل فيه ايه، ونيره اللي يجي على خالي مش عارفه اعمل فيه ايه، ورماس شرحه. انت كده بتعلم العيال يردوا على مرات خالهم، وفيما بعد هيبقى بجح وبيرد عليهم، محدش هيقدر يقول له انت بتعمل ايه، لان هيقول لك انت اللي علمتني اعمل كده، لان انت القدوه بتاعته، والولاد متعلقين بيكوا وبيتعلموا منكوا. زي برضو الفيديو اللي قبله، فيديو العربيه بتاعت حسن، لما فضلتوا تكتبوا جمل التكاتك، والجمل دي كل الناس فهمتها بلا شك انها تنبيط على ابو زياد. وطبعا ابو زياد ما هيصدق من حرقه قلبه على عياله، هيطلع وهيتكلم، وفعلا طلع واتكلم. يعني انتوا بتستفزوه من تحت لتحت. غير ان رد فعل آلاء في الفيديو احنا عارفين كله ان ده مقلب ومتفق عليه. يعني مستحيل ده يكون رد فعل واحدة معمول فيها مقلب هي ما تعرفوش. ده اللي متجوزة عندها 20 سنة، لو جوزها بوظ لها معلقة او سكينة او طبق او كيس مخدة او كرسي بتخرب الدنيا، ما بالك اللي لسه متجوزة ما بقالهاش شهرين 3 ورميته عفش بمبلغ وقدره في البسين. فده منتهى الاستهتار، منتهى الاستفزاز، منتهى التبذير. وفعلا اللي مش تعبان في قرش عمره ما هيحس بيه. انتوا كده بتخسروا المتابعين، بتخسروا الناس اللي بتحبكم. بعد ما كان الناس علقت على فيديوهات حسن ومراته والمياعة اللي كانت بتحصل من نهال هي وحسن، وابتدوا يظبطوا نفسهم، والامور ابتدت ترجع تاني زي ما كانت، وابتدت الدنيا تتظبط. جيت انت محمد وعكيت الدنيا وزودت الطينه بله زي ما بيقولوا. عايز تعمل مقالب اعمل، بس من غير استهتار واستفزاز. عايز تعمل مقالب اعمل من غير ما تعلم الولاد كلام مش كويس، من غير ما تخليهم ينبطوا على ابوهم ويلقحوا عليه بالكلام. الاب اب مهما حصل ومهما عمل. مش هي دي التربيه اللي انتوا بتربوها للعيال، وهيبقى حقه انه يطلع يتكلم ومحدش يقدر يلومه. مفيش حد ايد اللي انتوا بتعملوه، كل الناس قالت ان ده تلقيح على ابو زياد ومن ولاده، وده عيب. حتى لو انتوا الكبار في بينكم خصومه، ما ينفعش تخلوا ولاده يلقحوا عليه بالكلام ويرموا عليه بالكلام، لان اللي اتجرأ على ابوه النهارده هيتجرأ عليك انت بكره كخال. اللي ملوش خير في ابوه مش هيبقى ليه خير في خاله. فاللي انتوا بتعملوه غلط. راعي الضيق اللي الناس فيه، ضيق الحال وغلو المعيشه والاقتصاد اللي بايظ، والناس اللي مش لاقيه تاكل، والناس اللي ما عندهاش بيوت اصلا، والناس اللي ما عندهاش كرسي تقعد عليه ولا حصيره تعيش عليها، عشان انت تطلع ترمي عفش بألوفات مؤلفه في البسين.
اعمل مقالب زي ما انت عايز، بس ما تخرجش عن نطاق الوضع الطبيعي، ما تخرجش عن نطاق العادي والمألوف. فيديو غير موفق بالمرة. يعني انا دايما اقول عيلة الحاج جابر عيلة محترمة، بيعملوا محتوى عائلي من غير ما يضايق حد، من غير ما يغيظوا حد، من غير. وكنت بطلع لهم على ابو زياد واقول له هم شغالين في محتواهم وهم ما بيردوش وهم مش داخلين دماغهم بيك. انتوا طلعتوا عملتوا العكس، عملتوا العكس في الحاجتين، في ان انتوا خليتوا العيال تلقح على ابوها، وفيديو اللي رميتوا فيه العفش في البسين. ليه؟ ده حرام 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 حرام. حرام تعمل كده في عفش بألوفات متلتلة وفي ناس مش لاقية، في ناس مرمية في الشارع، في ناس مش لاقية 4 حيطان يداروها من الشمس والحر والبرد والمطر وقسوة الدنيا وقسوة الشارع والحياة. يا ريت تنتقوا المقالب اللي بتعملوها وتنتقوا المحتوى اللي بتقدموه، وارجعوا تاني زي ما كنتوا. اعملوا تحديات ماشي، اعملوا مقالب ماشي، من غير ما تعملوا حاجة تستفز الناس وتضايقها. الناس تعبانة، الناس عجلة الحياة فرماها، الناس حرفيا بشوف بعيني مش لاقيين يأكلوا عيالهم. اقسم بالله الناس ما لاقيه تأكل عيالها عشان انتوا تطلعوا تعملوا محتوى زي ده، وتبوظوا عربيات وترموا عفش في البسين وترموا سجاد في البسين. ده استهتار. زي ما الناس قالوا لكم في التعليقات، اللي معاه قرش محيره. بلاش تخلوا الفلوس تخليكم مستهترين، بلاش الفلوس تخليكم ناس غير مسؤولة، بلاش الفلوس تخليكم ناس مستفزة، بلاش الفلوس تخليكم ناس ما عندهاش وعي. وعشان نعمل اي محتوى يجيب مشاهدات ويجيب فلوس، يبقى نخرج عن نطاق العادي وعن المألوف، وحتى نسيء لتربية ولادنا. ولاد اختكم امانة عندكم، ولو طلع ابو زياد عمل مليون فيديو بسبب اللي انتوا بتعملوه، محدش هيقدر يقول له انت بتعمل ايه، لانه كده كده قلبه محروق على عياله. ايا كانت بقى التفاصيل اللي بينكم. وانا في مليون فيديو قلت اللي بنشوفه قدام الكاميرا حاجه واللي ورا الكاميرا حاجه تانية. والله اعلم بالتفاصيل اللي بينكم ايه اللي وصلتكم للمرحله دي. والله اعلم العيال دي قلوبها جامده على ابوها ليه. فيا ريت يا ريت ترجعوا تاني زي ما كنتوا. بلاش استهتار واستفزاز للناس. في ناس مش لاقيه تاكل عيالها، في ناس مش لاقيه شغل، في شباب مش عارفه تتجوز، في شباب مش عارفه تجيب حتى مصروف ايديها، في ارباب اسر مش عارفين ياكلوا عيالهم. اتقوا الله في المحتوى اللي انتوا بتقدموه، وبدل ما تبسطوا الناس تقهروهم. الناس يمكن بتطلع تتفرج عليكم عشان تخرج من المود اللي هي فيه شويه، ومن قهرة الدنيا وعجلة الدنيا اللي فرماهم. بلاش تطلعوا تقهروا الناس. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه بالله عليكم. الفيديو بيرفع، اللايك بيرفع الفيديو عشان يتشاف، عشان القناه تكبر بيكم ومعاكم. واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.